18 يوليو 2026. السماء فوق مدينة تامبوف الروسية اللي بتبعد حوالي 295 ميل جنوب شرق موسكو مليانة بصوت الطيارات المسيرة الأوكرانية المميز. وأكثر شمالاً وقريب جداً من العاصمة في مدينة إلكتروستال بيحصل نفس السيناريو تقريباً لما الطيارات بدون طيار تدخل المجال الجوي للمدينة. الأسابيع والشهور اللي فاتت شهدت دخول عدد كبير من الطيارات المسيرة الأوكرانية لمدن روسية زي دي. عادة بيكونوا بدوروا على مصاف النفط ومستودعات الوقود وحاجات تانية مهمة من بنية الطاقة بتاعة الكرملين، لكن الطيارات دي عندها أهداف مختلفة تماماً في دماغها. هم مش بيدوروا على مستودعات وقود ولا رايحين لمنشآت عسكرية تقليدية زي مصانع إنتاج الطيارات المسيرة أو مخازن الذخيرة. بدل كده هم على وشك يضربوا روسيا في مكان هي آخر حاجة تتوقعها، وده هيفتح جبهة جديدة تماماً ويخلق موجة فوضى جديدة للكرملين يتعامل معاها. لأن الطيارات المسيرة دي دلوقتي على بعد ثواني بس من ضرب مخازن أكبر شركة تجارة إلكترونية في روسيا اللي بيسموها أمازون روسيا وايلد بيرز. سهل نفهم ليه أوكرانيا ممكن تحب تفجر مصانع الصواريخ أو تطلق طياراتها المسيرة وصواريخها على مصاف النفط الروسية، لأنه ده بيأثر بشكل مباشر على قدرة الكرملين إنه يغذي آلة الحرب بتاعته ويستمر في الصراع بطرق واضحة جدا. لما يتصنع عدد أقل من الطيارات المسيرة والصواريخ يبقى في ذخيرة أقل يضربوا بيها المدن والبلدات الأوكرانية، ولما مصاف النفط تتحرق أكتر يبقى في فلوس أقل بتدخل خزينة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بس الموضوع أصعب شوية. نفهم ليه قوات كييف ممكن تستهدف سوق إلكتروني كبير بيبيع حاجات استهلاكية يومية زي الملابس ومستحضرات التجميل والكتب والهدايا، لكن وايلد بيرز ليه دور صامت لكنه مهم في الحرب. الشركة تأسست سنة 2004 ومقرها في موسكو. وايلد بيرز هي أكبر شركة تجارة إلكترونية في روسيا. هي بتجذب ملايين المستخدمين يومياً وبتعالج مئات الآلاف من الطلبات كل يوم وبتحقق مليارات الدولارات في المبيعات السنوية. هي مش بتخدم روسيا بس، لكن كمان بتخدم جمهوريات سوفيتية سابقة كتير زي أرمينيا وطاجيكستان وبيلاروسيا وجورجيا وأوزبكستان. حوالي نص كل المبيعات الأونلاين في روسيا بتحصل على وايلد بيرز. ده اسم معروف في كل بيت ومنصة الناس في روسيا دايما بيروحوا ليها لما يحبوا يشتروا حاجة بسرعة وبسهولة أونلاين، سواء كانت لبس جديد أو جهاز منزلي أو جهاز إلكتروني. وزي أمازون في أمريكا وأماكن تانية في العالم، وايلد بيرز مش بس بيبيع منتجاته الخاصة، في الحقيقة أغلب شغلهم بيتم عن طريق علامات تجارية وبياعين تانيين بيعرضوا منتجاتهم على المنصة وبيعتمدوا عليها عشان يوصلوا لملايين المستهلكين في أنحاء روسيا الواسعة. من الظاهر الشركة دي مش باين عليها إنها هدف عسكري واضح. لو دخلت على الصفحة الرئيسية لوايلد بيرز مثلا غالبا هتشوف إعلانات وقوائم منتجات زي مستلزمات المدارس، فساتين حريمي ومنتجات الأطفال. لكن لو دورت أكتر هتبدأ تلاحظ علامات التحذير بتظهر، لأن المنصة دي مش بس بتبيع منتجات استهلاكية عادية، دي كمان بتبيع حاجات ليها استخدامات عسكرية واضحة وصريحة. حاجات زي السترات الواقية من الرصاص، الدروع الواقية للجسم، الخوذ، أجهزة الراديو، كابلات الألياف الضوئية، ومكونات الطائرات بدون طيار. وعلشان كده رغم أن وايلد بيرز حاولت تلمع تورطها في الحرب وقالت في مستندات السياسات بتاعتها إنها بترفض تبيع أسلحة عسكرية، إلا أنها فعلياً كان ليها دور نشط في الصراع، لأن مش بس المواطنين الروس العاديين هم اللي بيفتحوا موقع وايلد بيرز لما يحبوا يشتروا حاجة. الجنود الروس بيعملوا نفس الحاجة بالضبط من أول مراحل الحرب في 2022 ولحد النهاردة. قوات الكرملين بتلجأ لوايلد بيرز كل ما يحتاجوا حاجات زيادة، زي ما بافل لوتسن الباحث الكبير في مركز تحليل السياسات الأوروبية شرح. في روسيا الإجراءات الرسمية غالباً بتغطي بس شراء الأسلحة، عشان كده الوحدات العسكرية والجنود نفسهم بيحتاجوا يشتروا حاجات كتير بنفسهم: الزي العسكري، الأكل، البنزين، مولدات الكهرباء، الطائرات المسيرة، العربيات، الموتوسيكلات، قطع الغيار. عشان كده ممكن تشتري حاجات ضرورية للحرب من وايلد بيرز، وده كمان السبب اللي خلى وايلد بيرز هدف مشروع ومبرر لأوكرانيا، لأنه مش مجرد سوق استهلاكي لطيف زي ما بيحاول يبين، هو شبكة لوجستية عسكرية ضخمة ومتشعبة بتوصل معدات حيوية بتخلي الجنود الروس يقدروا ينفذوا عملياتهم بشكل أكثر فعالية، وبتعرض حياة الأوكرانيين للخطر. قادة كييف فهموا ده وكمان أدركوا أن أفضل فرصة ليهم عشان يكسبوا الحرب مش أنهم يواجهوا القوات الروسية وجها لوجه في الخطوط الأمامية، لكن أنهم يقطعوا خطوط إمداد العدو ويشلوا لوجستياتهم. ومخازن بوري كانت جزء من اللوجستيات دي، وعشان كده كان لازم تتحرق. وده بيرجعنا لأحداث يوم 18 يوليو لما أوكرانيا قررت ترفع حملة الضربات العميقة اللي بقت أكثر فاعلية لمستوى جديد تماماً. قوات كييف كانت بالفعل نفذت ضربات ناجحة كتير على مصافي النفط ومراكز النقل والمصانع العسكرية. ولما أوكرانيا أدركت قد إيه وايلد بيرز كانت مهمة لقوات العدو قررت تخلي مخازن الشركة أهدافها ذات الأولوية القصوى.
تم تجميع أسراب من الطيارات المسيرة وإرسالها من مواقع جو أوكرانيا، وبدأت رحلتها الطويلة عبر الحدود ودخلت المجال الجوي الروسي. الطيارات دي ما كانتش طيارات عادية. كتير من الطيارات المسيرة الأوكرانية مصممة إنها تطير لدقائق بس قبل ما تضرب أهدافها. الطيارات دي كانت محتاجة تفضل شغالة لفترة أطول بكتير وتقطع مئات الأميال علشان تقدر تضرب بعض أكبر وأكتر مراكز لوجستية زحمة بتاعة وايت بيرز. لسنين أوكرانيا ما كانش عندها التكنولوجيا اللي تقدر تنفذ بها هجمات من النوع ده في 2026، لكن دلوقتي عندها جيش طيارات مسيرة غير عادي، وده بيشمل موديلات زي الفاير بوينت FPFP واحد قادرة تطير تقريبا 1000 ميل وهي شايلة رؤوس حربية وزنها يوصل ل 120 كيلوغرام. الفاير بوينت FPFP 1 كمان مجهزة بأنظمة توجيه بالقصور الذاتي وأنظمة توجيه بالأقمار الصناعية علشان تلاقي طريقها لهدفها. دروء ماصة لموجات الرادار علشان تتفادى الاكتشاف، وإجراءات إلكترونية مضادة علشان تتعامل مع أجهزة التشويش الروسية. دي من أكثر الطائرات بدون طيار تطور وفعالية اتعملت في التاريخ. وفي يوم 18 يوليو وكان في منهم كتير بيطيروا فوق سما تيمبوف والكتروستال. المكانين دول في بينهم حاجة مشتركة، إن الاثنين فيهم مراكز توزيع كبيرة لشركة وايلد بيرز. بالليل وتحت غطاء ظلمة الدرونز بتدخل المرحلة الأخيرة من رحلتها. المشغلين الأوكرانيين بيتابعوا من أماكن آمنة على بعد مئات الأميال، وهم بيشوفوا الطيارات بدون طيار بتاعتهم وهي بتوجه نفسها بدقة ناحية أهدافها. الحرب على وشك تدخل لمرحلة جديدة. أول درون بتصطدم بهدفها وبتسبب انفجار كبير في مستودع تامبوف اللي اتفتح السنة اللي فاتت وعنده مساحة كفاية لتخزين لحد 54 مليون منتج في نفس الوقت. درون تانية بتضرب كمان بسرعة وكرة نار مشتعلة تانية بتنفجر. في إلكتروستال نفس الموقف بيتكرر لما أكتر من درون يضربوا. واحد من أكبر مراكز اللوجستيات بتاعة وايتبري اللي ممتد على مساحة أكتر من 360 ألف متر مربع وبيشتغل فيه أكتر من 8000 شخص. السكان المحليين بيصحوا من على سرايرهم وبيجروا على الشبابيك يصوروا الفوضى اللي بتحصل وبيسجلوا صور وفيديوهات بسرعة وبيشاركوها على النت، وبيوروا أعمدة ضخمة من الدخان الأسود وهي بتبدأ تملى السما فوق مدنهم. وجدران المخازن كلها بتتفكك من شدة حرارة الحريق اللي جوا المخازن وفي كل المرافق اللي حواليها. وعمال الوردية الليلية بيجروا على المخارج وسط حالة من الفوضى والذعر اللي مالية المكان. بعض العمال بيتوقفوا في مكانهم بسبب المشرفين القساة اللي بيرفضوا يدقوا أجراس الإنذار أو يأمروا بالإخلاء لحد آخر لحظة، وده لأنهم مهتمين بأرباحهم أكثر من حياة العمال. وبسبب الأسلوب ده، مع أن أغلب الموظفين قدروا يخرجوا من المخازن أحياء، بس مش كلهم كان عندهم نفس الحظ. وبعد الهجمات المسؤولين الروس أعلنوا عن وقوع وفيات متعددة وإصابة العشرات. وفي الوقت اللي الرئيسة التنفيذية لشركة وايلدبيري تاتيانا كيم بتعلق على الهجمات على تليجرام وبتكتب ليلة فظيعة، أحداث فظيعة، لشركتنا ولبلدنا الألم ده فوق الوصف. وفي المقابل قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي عنده وجهة نظر مختلفة. ده عن تدمير وهم الحياة المريحة في وقت السلم لسكان الدولة المعتدية المطيعين في ثواني، وضرب أكتر جزء حساس في منطقة الراحة بتاعة الوطنيين الإمبراطوريين العاديين ومؤيدي بوتين. وده مجرد البداية. 20 من يوليو الدخان اختفى من سما تيمبوف والتراب بدأ يهدى في إلكتروستال، لكن روسيا ما بقتش زي الأول، وشعب البلد اضطر يحس بتأثيرات الحرب بطريقة جديدة تماماً. كتير من التجار وأصحاب الأعمال لجأوا لتليجرام ومنصات تانية على الإنترنت عشان يشاركوا قصصهم الحزينة، وشرحوا إزاي جزء كبير من بضايعهم اتحرق في هجمات 18 يوليو. ومن وقتها شركة وايلد بيرز عدلت سياستها بهدوء وشالت مسؤوليتها المالية عن البضائع اللي بتضيع أو بتتدمر أثناء ضربات الصواريخ أو هجمات الدرون. والشركة دلوقتي مش ملزمة تدفع أي تعويضات للأعمال دي، بس الشركة لسه بتواجه فواتير ضخمة واضطرابات كبيرة. الخبراء بيقدروا إنه التكلفة هتوصل لحد 35.8 مليار روبل أو 457 مليون دولار عشان يصلحوا المنشآت اللي اتضررت. فاتورة ضخمة جدا لدرجة إن شركات التأمين بتاعت وايلد بيرز صعب جدا تغطيها بالكامل. الشركة اللي كانت ناجحة ومسيطرة على سوق التجزئة في روسيا لسنين بتواجه أزمة غير مسبوقة، والوضع حيزداد سوء لأن سرب جديد من الطائرات المسيرة الأوكرانية دخل المجال الجوي الروسي. ومش أي سرب، ده واحد من أكبر الأسراب لحد دلوقتي. حوالي 400 طيارة مسيرة أقلعت من أماكن مختلفة في أوكرانيا وبتتجه بسرعة ناحية أهدافها. بعضهم متجه للجنوب ناحية بحر أزوف، وهناك ممكن يستهدفوا ويدمروا عدة سفن من أسطول الظل الروسي اللي بينقلوا النفط والقمح وموارد تاني. لكن جزء كبير من السرب ده متجه مباشرة لمركز الثقافة والاقتصاد والسياسة في روسيا، منطقة موسكو. وأول ما يقربوا من عاصمة البلد بتشتغل حلقات الدفاع الجوي الروسي. شاشات الرادار بتنور فجأة بعشرات الأضواء اللي بتلمع، وأنظمة الصواريخ بتشتغل على طول. بس الطيارات المسيرة صغيرة جدا وسريعة جدا، وكمان عددها أكبر من قدرة روسيا على التعامل معها. في شوية منهم اتضربوا، لكن كتير منهم كملوا طريقهم ناحية مدينة بودولسك اللي موجودة على بعد 40 كيلومتر بس جنوب الكرملين. هناك بيتفرعوا
شوية منهم بيستهدفوا مستودع نفط محلي، والباقي بيتجه بسرعة ناحية موقع تاني لشركة وايلد بيريز في منطقة كولودينو لاريبا، واحد من أقدم وأكبر مراكز التوزيع بتاعت الشركة على وشك يتحرق تاني. والروس في المنطقة بيصحوا في نص الليل على صوت الانفجارات اللي حوالينهم. في ناس بتدور على مكان يستخبوا فيه، وناس تانية بتطلع موبايلاتها وبتصور الفوضى. ومع الضربات والانفجارات والحرائق اللي بتحصل في منشآت وايلد بيرز، كميات ضخمة من البضائع بتتحول لرماد. مش كله ليه علاقة بالجيش، بس ما فيش طريقة لأوكرانيا إنها تستهدف المنتجات العسكرية بس. بما إنه وايلد بيرز بتبيع تشكيلة كبيرة جدا من البضائع أحسن، وفي الحقيقة الخيار الوحيد اللي قدام قادة كييف هو إنهم يستهدفوا كل المخازن، وده في حد ذاته رسالة واضحة جدا للشركة. تدخلها في الحرب مش هيتسكت عليه تاني، وأصولها هتبقى في خطر. وطول ما هي مستمرة في تسهيل بيع الحاجات اللي بتقوي آلة الحرب بتاعت الكرملين، زي ما سيرهي كوزان رئيس مركز الأمن والتعاون الأوكراني بيشرح السبب الرئيسي لضرب وايلد بيرز. الهدف من ضرب مخازن وايلد بيرز هو تعطيل اللوجستيات الروسية وإمداد البضائع ذات الاستخدام المزدوج والإلكترونيات الحيوية والسلع الخاضعة للعقوبات والحاجات اللي زيها للجيش الروسي ومصنعي الأسلحة الروس. بس ده مش كل الموضوع. من خلال الهجمات دي أوكرانيا كمان بتنقل الحرب لداخل روسيا نفسها وللشعب الروسي. هي بتديهم لمحة بسيطة من اللي الأوكرانيين اضطروا يتحملوه لسنين بسبب العدوان الروسي. لسنين الأوكرانيين كانوا بيتفرجوا على بيوتهم وهي بتتحرق، شافوا مستشفيات ومدارس وبيوت وكنائس ومعالم ثقافية اتدمرت وبقت أنقاض، وده كله بسبب هجمات روسيا المستمرة والقاسية. كتير منهم شافوا مصالحهم تتحرق أو اضطروا يسيبوا الأماكن اللي تربوا فيها بس علشان يقدروا يعيشوا. دلوقتي أخيراً أوكرانيا بقت في موقف تقدر تلحق نفس نوع الضرر بيعدوها على عدوها، بس هي مش بتتصرف زي روسيا، مش عايزة ترتكب جرائم حرب ولا تقصف مدارس ولا تهد عمارات سكنية. بدل كده هي عايزة تركز على أهداف مشروعة وقابلة للاستهداف، وفي نفس الوقت تبعت رسالة الشعب الروسي ما يقدرش يتجاهلها تاني. رسالة ممكن أخيراً تشجع أكتر منهم يقوموا ويثوروا ضد النظام القاتل اللي بيحكمهم. رسالة هتفضل تعلى أكتر وأكتر من دلوقتي وطالع. 22 يوليو، أوكرانيا رافضة تهدي هجماتها، بالعكس قررت تضرب روسيا بقوة أكتر، واستهدفت مش منشأة واحدة لكن منشأتين منفصلتين لوايلد بيريز في نفس اليوم. مرة تانية طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى بتقلع من الأراضي الأوكرانية وبيوجهها طيارين، وأنظمة الملاحة الداخلية بتاعتها بتعدي الحدود ورايحة على أهدافها، وبتتجه ناحية الجنوب الشرقي باتجاه كراسنودار، أكبر مدينة والمركز الإداري لإقليم كراسنودار في روسيا، ومدينة نيفينوميسك الأصغر في منطقة ستافروبول على بعد حوالي 150 ميل شرقاً. المدن دي ما فيش بينهم كتير مشترك من ناحية الحجم والشكل، لكن الاثنين من أكثر من 200 مركز لوجستي بتعتمد عليهم وايلد بيرز علشان تشغل عملياتها في روسيا وعلى مستوى العالم. دلوقتي بعد ما الشركة أدركت إن مخازنها بقت أهداف عسكرية، على الأقل بقت عندها قدرة أحسن في التعامل مع الهجمات دي. أول ما يتم رصد طيارات أوكرانيا المسيرة، الصفارات بتدوي وبيبدأ إخلاء جماعي للمكانين. الموظفين بيجروا ناحية المخارج مع اقتراب الطيارات المسيرة، وفي ثواني بيحصل أول ضربة. الصوت المعروف والواضح لانفجار رأس حربي لطائرة مسيرة بيتسمع على بعد أميال، والنار بتشتعل بقوة في منشأة كراسنودار. المخازن في نيفينوميسك كمان بتولع بعد ضربات متعددة من الطيارات المسيرة. عمال الطوارئ بيجروا للمكان عشان يسيطروا على الحرائق، لكن الضرر خلاص حصل. مرة تانية الدفاعات الجوية الروسية أثبتت إنها مش كفاية، وفي نفس الوقت وايلد بيرز ما قدرش يحمي مخزون البضاعة بتاعته من غضب أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي احتفل بالضربة، وأشار إن المركزين كانوا بيشاركوا في تزويد الجيش الروسي بمكونات الطيارات المسيرة وأجهزة الملاحة وحاجات تانية. في اليوم اللي بعده على طول 23 يوليو ظهرت تقارير جديدة عن ضربة تانية على وايلد بيرز، المرة دي في قرية صغيرة جنب مدينة فورونيج على بعد حوالي 105 ميل بس من الحدود الأوكرانية، وده جوا مدى كتير من الطيارات المسيرة الأوكرانية. مع إن الهجوم ده كان أقل خطورة من الهجمات التانية وما حصلش حريق كبير أو حاجة زي كده، كان لسه في فتحات باينة في سقف مخزن وايلد بيرز، وده معناه إن الطيارات المسيرة قدرت تدخل المبنى فعلا، وممكن تكون أتلفت أو دمرت البضاعة اللي جوه. في 24 يوليو الهجوم الأوكراني على متاجر التجزئة استمر بقوة. الطائرات المسيرة انطلقت ناحية ثاني أكبر مدينة في روسيا، سان بطرسبرغ، اللي فيها عدة مراكز لوجستية ضخمة لشركة وايلد بيرز، منها مركز توزيع شوشيري اللي مساحته أكثر من 100,000 متر مربع، ومركز أوتشينا زافود اللي بيتعامل مع كميات ضخمة من البضائع اللي بيبيعها تجار وايلد بيرز، ومجمع كراسني بير واللي الشركة بتوسعه بشكل كبير علشان يقدر يتعامل مع أكبر وأقل الحاجات اللي تتباع على منصتها. مئات الآلاف من طلبات وايلد بيرز بتتجهز في المنشآت دي كل يوم، وأوكرانيا كانت على وشك تحرقها. في نص الليل دخلت طيارات أوكرانية بدون طيار المجاري الجوي للمدينة. سانت بطرسبرغ واحدة من أكثر المناطق المحمية في روسيا بسبب حجمها وعدد سكانها وأهميتها الثقافية، لكن برضو ما كانش عندها دفاعات كفاية علشان توقف الضربة دي. تم إسقاط بعض الطيارات بدون طيار،
لكن كتير منهم كملوا طريقهم وأصواتهم المميزة وهم بيزنوا صحة وصحة السكان المحليين من نومهم، وهي مندفعة ناحية مخازن وايلدبيريز. فجأة حصلت انفجارات كتير وده عمل موجات صدمة في المدينة كلها. لما مخازن كتير في مجمعات شوشيري وشينا زافود ولعت فيها النار، السكان سجلوا المشهد والنار طالعة لفوق والدخان اللي كتير مغطي السماء ومانع النجوم من الظهور في الليل. المحافظ الإقليمي ألكسندر دروزدينكو اضطر يعترف أن الطيارات المسيرة ضربت سانت بطرسبورغ تاني، ومطار المدينة كمان اضطر يوقف العمليات بسبب الحرائق اللي كانت مشتعلة. ولو كان رؤساء وايلدبيريز فاكرين أنه سانت بطرسبورغ كانت الهدف الوحيد لأوكرانيا في الليلة دي، يبقوا غلطانين جدا. في خلال ساعات تم الإبلاغ عن ضربات وانفجارات وحرائق إضافية في مركز اللوجستي في تفير، وكان فيه سحب دخان كثيفة مالية الجو هناك وكمان في مدينة سيمفيروبول في القرم اللي فيها شركة وايلدبيرز بتشتغل برضه. خلال أسبوع واحد بس الطيارات المسيرة الأوكرانية ضربت على الأقل 9 مراكز لوجستية لشركة وايلدبيرز من جنوب روسيا لحد منطقة لينينغراد في الشمال. هم دمروا بضائع بمليارات الدولارات وأثروا على حوالي 552 ألف متر مربع من مساحة المخازن، يعني تقريبا 10% من السعة الكلية للشركة وايلدبيرز. هم يخلوا أصحاب البزنس كتير في حالة إحباط وغضب شديد، وكتير منهم وجهوا الغضب ده لقيادة بلدهم عشان مكملين في حرب واضح إنهم مش بيكسبوها، وكمان مش قادرين يحموا شعبهم ولا البنية التحتية بتاعتهم. والأهم من كده، هجمات أوكرانيا كمان شلت واحدة من أكبر شبكات اللوجستيات العسكرية اللي كانت شغالة في الخفاء طول الفترة دي، وكانت بتبان في الظاهر كأنها مجرد سوق إلكتروني بسيط، لكن في السر كانت بتسمح للجنود يشتروا كل حاجة من مكونات الدرون لحد الدروع الواقية. وبكده أوكرانيا زادت من أزمة سلسلة الإمداد اللي الجيش الروسي بيعاني منها. النهاردة جنود الكرملين أصلاً بيعانوا من معدات ضعيفة الجودة وصعوبة في الحصول على الإمدادات اللي محتاجينها. الهجمات على وايلدبيرز زودت المشاكل دي وخلت الحياة أصعب على الجندي الروسي العادي، وخلت فرص موسكو في النصر أضعف كمان. هنشوفكم في ساحة المعركة الجاية.